vanavond. De partijen zijn heerlijk om te zien. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فبزاف ديال الاخوان بغاو يعني يشوفوا الملخص ديال نبيل خشاب ضد ريكو فيرهوفن، فان شاء الله غادي تشوفوه في هذا الفيديو. لكن قبل كل هذا ضروري ما نهنئوا جميع المقاتلين المغاربه بدون استثناء اللي شاركوا ليله امس في البطوله الكبرى لمنظمه غلوري. فنبداو بالياس حموش، كان يعني نهنئوا هذا البطل الرائع، وكذلك تيجاني بزطاطي اللي حافظ على الحزام ديالو للمرة السادسة، يعني أسد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكذلك مبروك وألف مبروك لطارق خبابز اللي حصل على الحزام ديال لايت هيفي وايت في منظمة غلوري ضد خصم عنيد، يعني أبينا السورينامي، واللي يتدرب تحت قيادة المدرب المغربي سعيد البداوي. صراحة كانوا نزالات جد قوية، أهمها يعني كذلك النزالين اللي لعبهم نبيل خشاب. النزال الأول لعبوا ضد بنجامين أديغبوي المقاتل الروماني. أكيد أنكم غادي تشوفوا الملخص ديال هذا النزال كذلك على القناة ديالنا فري فايت عربية بعد هذا الفيديو إن شاء الله. لكن صراحة الحاجة اللي ما عجبتناش جميعا هي التحكيم، يعني اللي كان يعني الحكم اللي كان حاكم النزال ديال ريكو فيرهوفن ونبيل خشاب، بعد ما كان كيهرس دائما الريتم من نبيل خشاب، ويعني وشبعوا انذارات كما كنقولوا. فهذا الشيء اللي خلى جمال بن صديق يتدخل بعد ما انتهى هذا النزال، يعني ويثأر في وجه كل من ريكو وكذلك داينيس المدرب ديال ريكو فيرهوفن. قال لهم انتم فقط يعني كتربحوا بالتحكيم، وفيرهوفن كان يعني كيهرس الريتم يعني بمساعدة الحكم. وكذلك باقي يعني غادي نتطرقوا لهذه النقاط واحدة تلو الأخرى، وغادي نوضحوها للمشاهدين الأوفياء. فبلا ما نطول عليكم غادي إن شاء الله تشوفوا هذا الملخص، وبعد ذلك إن شاء الله في الفيديو القادم غادي تشوفوا الملخص ديال أديغبوي ضد نبيل خشاب، واللي استطاع فيه هذا المقاتل المغربي الرائع نبيل باش يتفوق على أديغبوي اللي سبق ليه وفاز على بدر هاري بالضربة القاضية. فنبداو على بركة الله. فكنشوفوا نبيل خشاب رفقة سعيد البداوي وكذلك جمال بن صديق. ما شاء الله، هذا هو ريكو فيرهوفن بداية النزال. يعني كان نبيل خشاب خصما عنيدا صراحة لريكو فيرهوفن، واكيد اننا غادي نرجعوا للحالات التحكيميه ان شاء الله في قادم الفيديوهات بعد ما نتوصلوا يعني بفيديو كامل. ما شاء الله، يعني 23 سنه فقط لهذا المقاتل الرائع. ما شاء الله، يعني نسخه كربونيه من اسماعيل الزعر. الحكم يعني كان كيتدخل بزاف، وكي كما قلنا كان كيهرس الريتم لنبيل.